مرسي الكرة داهية كبيرة جدا جدا جدا. كونه اني اقتنع بهذا اللاعب وبعمر هذا اللاعب، معنى كده ان اللاعب دون الاهلي هيستفاد منه كتير. مع وصول انطونيو موديست خلاص لا تعليق عن عمره، لا تعليق عن اختيارات الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مرسي الكرة، لا تعليق عن مجلس ادارة النادي الاهلي واختياراتهم في اللاعبين. ودون اللي يهمنا، اختيارات مجلس الإدارة ما بتروحش هباء منصورا، بالعكس النادي الأهلي عارف بيدفع فلوسه في إيه، عارف بيدفع فلوسه عشان خاطر يستفاد إيه. إنما الكلام اللي شايع دون أو اللي طالع من الناس اللي هي معادية للنادي الأهلي، وبأكد زي رضا عبد العال، خالد الغندور وغندورياته، طبعا كلامهم ما حدش بيسمع له، لأن آرائهم ما بتعتمدش على الحقيقة، لا آرائهم بتعتمد على نكسة الأهلي، على نكبة الأهلي. ولكن الأهلي مستمر، مش هيتنكس أو مش هيتنكب مدام في إدارة واعية بتحقق كل متطلبات جماهير النادي الأهلي. لذلك بقول أنطونيو موديست مهاجم خطير جدا جدا جدا، فرنسي الجنسية، وصل للقاهرة فعلا عشان يمضي العقد على استاد التتش، وإن شاء الله الأهلي هيجيب بطولات كتير. وأنا مرجح 90% أنطونيو موديست اللي هيشارك في المباراة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السعودية، لا هيشارك، وأكيد أكيد لا هيجيب هدف عشان خاطر يخزي عيون الناس اللي هي بتتكلم عليه بطريقة مش حلوة. النادي الأهلي ما يصرفش فلوسه إلا غير لو هو عارف ومتأكد إن بيستثمر فلوسه صح. العمر مش حاجة قدام مهارات اللاعب وخبرة اللاعب ورعونة اللاعب في الملاعب من زمان، بيلعب في الدوري الأوروبي من زمان. لذلك الأهلي اختار اللاعب دون عشان خاطر يحقق به البطولات، واللاعب بيمتاز بحاجة مهمة جدا جدا كلنا مفتقدينها في النادي الأهلي أو في مهاجمين النادي الأهلي، إنه بيلعب بدماغه حلو، يعني بيلعب براسه، ممكن يهدد بدماغه في أي لحظة. عشان خاطر كده النادي الأهلي مش هيفرط في اللاعب دون. وعلى فكرة 35 سنة مش حاجة للمهاجم، المهاجم ممكن يوصل ل 39 سنة و40 سنة، يعني الأهلي ممكن يستفاد منه 5 سنين أو 4 سنين لقدام، مش هنقول سنة واحدة بس. هي التعاقد بدأ بسنة، ولكن مع استمرارية اللاعب والتزام اللاعب وخضرمة اللاعب مع النادي الأهلي ممكن اللاعب يوصل ل4 أعوام أو 5 أعوام. النادي الأهلي في النهاية ما بيصرفش فلوسه هدر، بالعكس النادي الأهلي عارف فلوسه راحة فين بالظبط وهيستثمرها ازاي وهتجيب عائد ايه للنادي الاهلي. لذلك مبروك على النادي الاهلي أنطونيو موديست، ومبروك أنطونيو موديست اشتراكك مع النادي الاهلي وهتحرز البطولات. ومارسيل كولر يكفي انك انت مقتنع بأنطونيو موديست. لذلك بقول مارسيل كولر داهية كبيرة جدا جدا جدا. كونه اني اقتنع بهذا اللاعب وبعمر هذا اللاعب، معنى كده ان اللاعب دون الاهلي هيستفاد منه كتير. بالنهاية بشكر السادة المشاهدين، يا ريت الاشتراك في القناة وعمل الاعجاب. اخوكم من اسوان، ادعموني.